ندوق بقى. بسم الله. خطيرة. كنت بدعبس كده في الفريزر عايزه اعمل حاجه يعني بقالي كتير ما اكلتهاش، فلقيت شويه قرنبيط كده مسلوق، فتعالوا اقول لكم بقى بعمله ازاي. بيبقى مقرمش كده وتحفه بطريقه سهله قوي. فاول حاجه عندي القرنبيط المسلوق، هعمل 2 خليط جاف وخليط سائل. فاول حاجه هنا عندي دقيق، هاخد نصه احطه هنا عشان هنستخدمه دلوقتي، وباقي الخليط ده هحط عليه نشا، وهتبله بقى بملح وكمون وكزبره، معلقه شطه، فلفل اسود، وشويه خضره بقى عندي هنا بقدونس، انزلهم كده وهنزل عليهم بقى ايه بشويه ميه، وابتدي اقلب بحيث ان الخليط ده ولا يكون تقيل ولا يكون خفيف علشان القرنبيط يمسك فيه كويس. كده القوام بتاعه كده مظبوط عشان لما انزل عليه القرنبيط يمسك بقى في الخليط ده. وبعد كده نحطه على الخليط الجاف اللي هو دقيق وحطيت عليه فيجيتار. ناخد بقى كده القرنبيط نحطه في العلبه الشقيه بتاعتنا. طيب حطينا الحاجه في العلبه الشقيه بتاعتنا كالمعتاد، نديها الرجه التمام وعلى الزيت على طول.